محتاره اعمل اكل ايه. حبايبي عاملين ايه؟ قولوا لي اعمل اكل ايه. اخر ما فكرت واحترت، تعالوا بقى اقول لكم قررت ايه. اول حاجه جبتها بوريكم كده البطاطس الحمراء، خلاص طلعت وبقت ماليه السوق. سعرها مش غالي، 7 جنيه ونص. حمرت بطاطس كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده قعدت افكر هناكل ايه جنب البطاطس، هناكل ايه جنب البطاطس. ملقتش الا حل واحد دايما بعمله يا حبايبي على فترات بعيده، لما اكون مش عارفه اعمل اكل ايه. رحت اشتريت بيضتين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا جايبه يعني 5 بيضات، بس انا بقول لكم اللي انا عملته. واشتريت معاهم بسطرمه. دي اخر حاجه وصلت لها لما بكون محتاره في الاكل. ورحت نازله عليهم كده. وكمان جبت الطاسه عندي، حطيت فيها معلقه زيت. وبدات انزل كده بالزيت اهو. انا بعمل البيض المقلي عندي بالزيت، واحيانا بحط له معلقه حته سمنه. تمام. ونزلت كده بالبيض والبسطرمه. على فكره ده غدا غدا ها. اعمل ايه بس من الحيره. وقطعت جنبهم كده بصل، طماطمايه وعليها بصلايه. وقلت الحمد لله نتغدى على كده. لما بكون حيرانه بس وبقالي فتره كبيره بعمل اكل وزهقانه، الاكله دي بتيجي بالي. وخلاص هنا بقى ايه، كنت بصب الشاي. واللي في الكوبايه ده على فكره نعناع ها. بعشق النعناع الاخضر زي ما انتوا عارفين. طيب عايزين ناكل ايه ولا نشرب حاجه مسكره كده. رحت داخله على الفريزر، كان عندي فضلة خير كيس فراوله. وعلى فكره خلاص الفراوله ماشيه، فاللي عايز يجيب يلحق يجيبه. هتلاقوها عند ناس نادره قوي، وسعرها 10 جنيه. تمام. ورحت جايبه الخلاط كده وحاطه فيه الفراوله. بصوا دايبه دوب. عصير البيت ده تحفه. وهنا بقى كنت خلاص عصرتها وبصب كده لابني كوبايه بعد ما كلب الف انا والشفا على قلبه. كنت بصب له كوبايه عشان احنا لسه شاربين شاي. اشوفك على خير، وما تنسيش تحطي لي اشتراك ولايك جميل.